بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأخ باري عبد العاطي، عضو بجماعة المهرة، بجماعة المهرة في حزب الاستقلال. أستاذ، ممكن تعطينا كلمة حول هذا المؤتمر اللي كتحضر ليه اليوم ديال حزب الاستقلال من تارودانت؟ بالنسبة للمؤتمر ديال حزب الاستقلال في إقليم تارودانت برئاسة الأخ عبد الصمد قيوح، رئيس اللجنة، الكاتب ديال حزب الاستقلال في اقليم تارودانت. بالنسبه للمؤتمر ان شاء الله هو مؤتمر متميز، حضور كبير، وفيه مجموعه من النقاط اللي ممكن تناقش في هذا المؤتمر، وان شاء الله يخرجوا بواحد الاختتام اللي هو يكون على الوزن ديال الحضور ديال المناضلين ديال حزب الاستقلال. كعضو استقلالي وفاعل سياسي في اقليم تارودانت استاذ في الجامعه ديالكم، كيفاش كيبان لك حصيله العمل السياسي او سير جماعات الاستقلال داخل الاقليم؟ بالنسبه للعمل ديال حزب الاستقلال داخل اقليم تارودانت، هو عمل متميز من خصوصا عند الرؤساء اللي متكلفين بالجماعات ديالهم. هناك عده منجزات يعني في البنيه التحتيه. ناخذ مثال بحكم اننا احنا في الدائره الشماليه، ناخذ مجموعه من الجماعات اللي هما خدموا مزيان، على راسهم رئيس بلديه ولاد بالرحيل السيد عبد العزيز البهجه، هو برلماني في نفس الوقت. بالنسبه لجماعه المهرة، هي رغم انها في المعارضه الا ان هناك عده منجزات كمعارضه تمت في داخل الجماعه. جماعه ارازان كذلك هي من الجماعات اللي هي متميزه في البنيه التحتيه، وجماعات اخرى تافينغولت الى غير ذلك من الجماعات اللي هما حققوا مجموعه من المنجزات داخل الجماعات ديالهم. فيما يخص الحكومه بالنسبه للحكومه، راه باينه، راه الحمد لله الوزراء ديال حزب الاستقلال راه متميزين، لا في التدخلات ديالهم ولا الحب ديالهم للوطن والولاء ديالهم الوطنيه، وتيخدموا بنكران الذات، وتنتمناو ان شاء الله المزيد ان شاء الله. اخر سؤال استاذ، الانتخابات الانتخابيه جايه هي على الابواب، لا التشريعيه لا ديال انتخاب الجماعات الترابيه. بالنسبه للاستقلال في الجماعات ديالو الحمد لله راه حقق مجموعه من المنجزات. بالنسبه للجماعات الاخرى اللي هي ماشي تحت كيكون كاين هناك تواصل، ان شاء الله تكون الاستحقاقات لصالح الحزب الاستقلال. كاين هناك تواصل من خلال انشاء مجموعه من الفروع، لا بالنسبه للشبيبه الاستقلاليه ولا الحزب الاستقلال في مجموعه من الجماعات. على مستوى الوطني اكيد ان شاء الله الحزب الاستقلالي يكون هو الرتبه الاولى في هذه الاستحقاقات الجايه ان شاء الله. هذا ما اكيد، هذا لا شك فيه ان شاء الله. السلام ورحمة الله. فاطمة أوبيد، دوار جماعة أرازان إقليم تارودانت، مستشارة جماعية. عن حزب الاستقلال. حزب الاستقلال. ممكن تقول لنا على المؤتمر هذا، الترفيه في الجو والنتائج ديالكم ان شاء الله؟ الحمد لله المؤتمر جا في واحد الظرفيه مزيانه بزاف. بطبيعه الحال الحزب خاصو يكون ديما على تواصل مع المجتمع المدني وهذا، والحمد لله المؤتمر تيبان ناجح 100%، وغادي الحمد لله الحزب غادي مزيان في المشاريع ديالو، في تحقيق جميع المتطلبات الساكنه والمجتمع المدني. بالنسبه للحزب، الوضعيه ديالو السياسيه والسياسه المحليه ديالو في اقليم تارودانت، كيفاش كتبان لك؟ كتبان لي بلي غاديه مزيان الحمد لله، الامور كلها غاديه في الحزب مزيانه، ما كاين لا مشاكل لا حتى شي حاجه، الحمد لله غاديه امور بنجاح. وبالنسبه للتطلعات المستقبليه للحزب في الاستحقاقات الجايه الانتخابيه، في نظرك واش الحزب على استعداد للاستحقاقات الجايه ويقدر يحقق نتائج
الحمد لله الحزب ديما غادي في تألق. وانا كشخص في سميتو كمستشاره للولايه الثالثه كنشوف ان الحزب غادي مزيان الحمد لله بخير، غادي في تألق وفي نجاح ان شاء الله، نجاح مستمر ان شاء الله. العرج محمد، الكاتب المحلي لحزب الاستقلال بجامعه دومومن. اليوم كنحضروا المجلس الاقليمي ديال الحزب اقليم تارودانت، وهذه مناسبه للتواصل ولوضع الخطوات الاساسيه للمستقبل ان شاء الله، لاننا ان شاء الله مقبلون على انتخابات تشريعيه وبعدها انتخابات جماعيه. لهذا التواصل مهم، يعني لتجديد هياكل ديال الحزب، كذلك تجديد الفروع بالجماعات ولا على صعيد الدوائر والقيادات. ونحن أننا الحزب له ديناميكية مهمة داخل الإقليم، وكنطالبوا باش مزيد من التواصل ومن التنظيم باش تمر هذه الاستحقاقات في ظروف كما نتمناها. بالنسبه للاستاذ هذا الاستحقاق عفوا السؤال اللي بغيت نطرحه الاستاذ هو هذه السياسه المحليه ديال حزب الاستقلال في الجماعات او في الدوائر اللي شادهم. نعم. كيف كتبان لك واش غتعطي الاكل ديالها؟ هي السياسه المحليه عطات اكل ديالها، والدليل على ذلك هي واحد مجموعه ديال المشاريع اللي تنجزت في الجماعات اللي كيسيرها حزب الاستقلال، وحتى في الجماعات اللي ما كيسيرها حزب الاستقلال، لان التدخل ديال ممثلين ديال حزب الاستقلال لا صعيد الجهه ولا صعيد المجلس الاقليمي ولا كذلك السيد عبد الصمد قيوح بصفته وزير النقل واللوجستيك تيقوموا بمجهودات جباره لانجاز واحد المجموعه ديال المشاريع بداخل الجماعات في الاقليم. وهذا العمل خاصو واحد الترويج وخاصو تواصل باش يتعرف وباش يزيد يدعم. اخر سؤال. نعم. الاستحقاقات الانتخابيه الجايه نظركم واش حزب الاستقلال يساعد في خوض هذا الغمار؟ حزب الاستقلال على كامل الاستعداد لخوض هذا الغمار، والدليل انه كيعقد الاجتماعات ديال المجالس او المكاتب المحليه ديال الجماعات وتحاول يعاود ينظمها باش لمزيد من التواصل مع المناضلين. وعليكم السلام أستاذ. نسيمة فريدة، عضوة جمعية زاوية سيدي الطاهر بالحاج، نائبة رئيس اللجنة المالية. كنشكركم على هذا الحضور، كنشكروا هاد الناس اللي جاوا بوفرة، وحنا جينا فخورين جدا بالحاج عبد الصمد قيوح. دوينا على هذا المؤتمر ديال الاستقلال اللي كيدار في تارودانت، اش كيشكل بالنسبه لكم كاستقلاليه؟ يعني كيشكل لنا بزاف، يعني لان هاد الناس راهم رادين البلاد يعني متعاونين معنا وملبين كاع الطلبات ديالنا. نتمنى ان شاء الله المزيد، ونتمنى ان شاء الله مسيره موفقه لهذا الحزب، ورحنا مناضلين ديما معاه، ديما قدامه وديما وراه، ما عمرنا نتخلوا عليه. وحنا فاخرين بالحاج جازين وفاخرين بالحاج عبد الصمد وعبد العزيز، راهم دائما فرا الاشاره ديالتنا فوقاش ما عيطنا اليوم، فوقاش شي حاجه احتجناها، وراه زادوا لنا شي تاهيلات مزيانين للدوار. ومفتخرين حنا بالسيد اللي قايم بالدور ديالو في الدوار ديالنا، ابراهيم الشباني، تا هو راه نائب ثاني ديال الحزب ديال الجماعه في حزب الاستقلال، يعني واحد المناضل اللي هو يعني رئيس مزيان وجاب شحال ديال الاصلاحات جابوا للدوار. يعني دانا تاهيليه، عطاونا تاهيليه، وقفوا معنا يعني في حفر ابار بزاف تاع الحوايج يعني اللي زادوا في الدوار. وحنا فخورين بهذا الحزب، وحنا معاهم ديما معاهم وديما قدامهم وراهم. في نظرك الاداء ديال حزب الاستقلال في الاقليم ديال تارودانت واش غيعطي الامكانيه انه بيان سيغ ضروري ان شاء الله؟ حنا متفائلين خير باذن الله، لان واحد الحزب يعني حزب قوي، حزب متميز، يعني راه معروف على الصعيد المغرب، يعني الحزب رشد المغرب كامل باذن الله، وديما ان شاء الله مسيره موفقه لحزب الاستقلال.
السلام عليكم استاذ. معكم أيوب الغازي رئيس الشباب الاستقلالية بجامعة إسن. استاذ ممكن تعطينا كلمه حول هذا المؤتمر اللي حضرته؟ كما شاف الجميع غير هذا العدد الهائل ديال الحضور اليوم كيقول ان العائله الاستقلاليه بدات تتسع وبدات يعني في الالتحاق بحزب الاستقلال، وهذا ان دل فانما يدل على يعني المسار الجيد الذي يقوده السيد عبد الصمد قيوح وزير يعني التجهيز. بهذا كنقول ان حزب الاستقلال يعني قوي بالمناضلين ديالو، قوي بالرجالات ديالو، والحمد لله هذه القاعه كتضم خيره يعني المسؤولين في تراب جماعه تارودانت. ممكن تعطينا رأيك حول رأيك حول العمل السياسي أو التسيير ديال الحزب لبعض الجماعات الترابية داخل إقليم تارودانت، وحتى الأداء السياسي للحزب داخل الحكومة؟ كما كيعرف الجميع أن حزب الاستقلال يعني في الطريقة التنظيمية ديالو كيعتمد على الكفاءات، وبالتالي الكفاءة ملي كتولى شي منصب او مسؤوليه يعني غادي تشوف الا النجاح، تشوف الانجازات، وهذا يعني دليل على ان حزب الاستقلال ان شاء الله قاطع واحد الشوط كبير من اجل الرقي بالمنتوج السياسي خصوصا ببلادنا المغرب. والحمد لله في اقليم تارودانت عندنا كفاءات، عندنا رجال يضحون بالغالي والنفيس من اجل المواطن ومصلحه المواطن في اخر المطاف. تصورك حول ماذا يمكن القول حول الاستحقاقات الانتخابيه الجايه؟ ان شاء الله كل مؤشرات تقول ان حزب الاستقلال ان شاء الله سيتبوأ الرياده، سيكون في القمه، وهذا هو المكان الاصلي ديالو، القمه ولا شيء غير القمه.